السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني قوي والله العظيم، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. التليفون كان عطلان بس الحمد لله رجع سليما، او جبنا غيره يعني الحمد لله. فقلنا نرجع بقى ايه النهارده في فيديو بقى جامد كده، فيديو لحمه راس وسجق. ده توت يا جماعه، كنت جبته وانا جاي من السوق ايه انا فيه مروح. فقلنا نعمل بقى ايه لحمه راس والسجق. السجق بقى غالي قوي يا جماعه، واللحمه بقت غاليه قوي يا جماعه، وكل حاجه بقت غاليه، بس الحمد لله هتعدي ان شاء الله. دي لحمه راس يا جماعه، بعد ما غسلتها غسله حلوه وقطعتها بعمل لها ني في ني. البصل مع الثوم وايه شويه ميه كده، تنزل ميه وتقعدي تحطي شويه ميه تنشف، وفي الاخر لما تستوي تروح حاطه الصلصه وزوديها شويه ميه وتحطي التوابل بتاعتها، وبالهنا والشفا. ده بقى السجق بتاعنا يا جماعه. انا بعمله على فكره، ما عندناش حد بياكل لحمه راس قوي يعني، بس انا باكل الحمد لله، مش مهم المهم ان انا باكل خلاص الحمد لله كله تمام. بنسقسق في الصلصه، هما بقى بيسقسقوا في الصلصه بتاعت لحمه الراس. هنا معانا بقى ايه، ده السجق يا جماعه، ده السجق. انا جبت كيلو سجق، بس الطبق التاني دوت، الحله التانيه دي بتاعت ايه بنتي كانت جايبه وانا كنت جايبه، بس انا بغسلها معايا. فده الكيلو بتاعي بقى، انا قلت ايه اغسله ايه واحشيه، انا بتاعها غسلته وشلته، ولما تيجي تبقى تاخده. دوت ايه الكيلو بتاعي غسلته، بقلبه لجوه الدهن يبقى جوه يا جماعه، ما بردوش تاني. وبعد كده لو عايزه السكينه تكحتي شويه كده وتنضفيه، تحطي ملح وليمون وتركنيه شويه، وبعد كده السكينه وتكحتي بس بالراحه عشان ما تخرمش وتقطع منك. وتحطي بقى ايه يا جماعه اللهم صل على النبي. هتقولي لي الكيلو خد قد ايه سجق بتاع ده رز؟ اقول لك مش عارفه صراحه، انا حوالي حطيت كيلو، ممكن لو ياخد كيلو او كيلو حاجه بسيطه، بس هو جه بالظبط تقريبا، كنت حاطه كيلو بس جه بالظبط. بس كان انا لو قلت لي رايك ايه اقول له كان عايز الرز يقل حاجه بسيطه فيه، بس كان حلو مش وحش يعني. الرز وتحطي بصل وتحطي الخضره بقى، شبت بقدونس كزبره والطماطم. انا ما بسبكش الطماطم، لو بحطها ني كده بضربها في الخلاط واحطها. ولو عايز لو لقيتيها مش حمرا شويه، انا كان عندي تسبيك الطماطم، حطيت ايه معلقتين كده تخليها حمرا مع شويه الزيت. ما تكتريش زيت على فكره، انا حطيت حوالي يجي نص كوبايه ولا كوبايه صغيره زيت كده، لسه هتتحمر. وغير كده انا حاطه الدهن بتاعها لجوه، فبيستوي مع الرز وبيسيح، بيبقى جميل قوي على فكره. بتحشيه زي ما انت شايفاه كده. انا قعدت على الارض في المطبخ وحطيت الطبق قدامي زي ما انتم شايفين، واديها بقى. ده عايزه له قاعده بقى عشان تعرفي تحشي. كفايه وقفتي بقى، انا فضلت انضفه وانا واقفه لحد ما رجلي وجعتني. فده ايه قعدت بقى ورحت ايه حشياه. بس ده جملي كرادين يا جماعه، بس بيبقى جميل قوي. اللهم صل على النبي. بتعمليه بقى القطعه اللي انت عايزاها، بس ما تنسيش ما تملوش على فكره، ده ما بيتدكش، يا دوبك بيبقى حاجه كده بسيطه زي ما انتم شايفين كده. بتعملي وتحطي المقاس اللي انت عايزاه، وتغلي ميه وتحطي بقى ورق لوري، تحطي حبهان، التوابل كانك بتسلقي لحمه يعني، وتروحي سلقاه. الورق واسمه والقرنفل والحاجات دي بتدي ريحه حلوه للسجق برضو، عشان ما يديش ريحه معاكي زفاره ولا بتاع الكلام ده. انا كنت لفه قبليها الورق العنب يا جماعه، ده كنت ايه يا دوبك كان عندي ايه ده ما فيش، ده بتالي ربع ورق عنب يعني، عملته جنبيها برضو كده عشان تبقى اكله مره واحده كده، اكله بالصدفه. فعملنا ايه بقى قدامنا دلوقتي اهو، ده كانت الايه الغدا بتاعنا، السجق ومحشي ولحمه راس. يلا اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا ما تنسوش بقى لايكاتكم. يلا باي باي.